كلنا عارفين بالعالم إن في جنس أنثى وذكر، إلا بأمريكا سبحان الله. أمريكا دائما تحب تكون متميزة مختلفة عن الناس. أنا غير، أنتوا تقولوا إن 1 زائد 1 يساوي 2، أنا أقول 1 زائد 1 يساوي 5. شو بتقولون؟ أنا غير، أنا متمردة. متمردين على الفاضي بدون قضية. ما حافظة. المهم طالعة قصة جديدة عندهم بأمريكا تقول لك إن الإنسان عنده أكثر من جنس معين على حسب هو شو حاس وأحاسيسه ومشاعره شو تقول له. يعني مثلا يجيك واحد ريال ابن ريال لحيته أكثر من شعري أنا، ويقول لك إن أنا والله حاسس إنه أنا بنت، أنا أنثى كاملة الأنوثة. فعلا هو أنثى، لازم أنت تناديه كأنثى، لازم تناديه بصيغة أنثى. وإذا ما ناديته كصيغة أنثى أنت راح تعتبر إنك شخص سيء، وإنك شخص رجعي، شخص لا يحترم مشاعر الآخرين، اعتقاداتهم، راح يشكي عليك حرفيا. يعني هذا الشخص ناداني بطريقة تسيء إلي، أنا مو رجل، أنا أنثى، ولحيته أكثف من غابات الأمازون، كيف ما تدري مسوي نفسه أنثى. أو مثلا يجيك واحد يقول لك والله يا طويل العمر أنا مو حاسس نفسي لا أنثى ولا ذكر. أنا بعرف عن نفسي لا ذكر ولا أنثى، 2. أنا ذكر وأنثى بروح وجسد واحد. أنا ممكن أطلع يوم هوية جندرية حاسس فيها أكتر كرجل، أو اليوم الثاني واللي بعده كأنثى، أو الثالث اثنيناتهم مع بعض. أنا ما عندي جنس معين. أنا اليوم حاسس نفسي أنثى ألبس تنورة وأترقص على التيك توك، واليوم الثاني بحط لحية وأصير أنا ريال، أنا ريال البيت، أنا ريال. واليوم الثالث أحط لحية وأحط ميك اب بنفس الوقت. حاب أنا أسوي تعدد. Hey, excuse me, ma'am. Do you know where the pool is? Oh, I'm not a ma'am. I'm actually non-binary. Oh, I'm so sorry for misgendering you. عشان ما أمل من شكلي، يعني كل يوم شكل جديد. ولازم الناس فعلا تحترم على هذا الشيء، إنه هو هذا الشيء رسمي أصلا، حاطين لهم أكثر من جنس معين. يعني الموضوع مو إنه مثلا واحد مريض عقلي قاعد يمزح وما أدري شنو، لا، الموضوع معترف فيه في أمريكا والكل قاعد يتكلم عنه. إنه إذا أنت ما احترمت هاي الناس وقاعد تتمسخر عليهم وتقول لك إن أنت رجل كيف مسوي نفسك بنت، أنت حتدخل حتودع حتسلم على الشهداء، راح يتهموك إن أنت شخص قديم وشخص غير متحضر، إنك شخص سيء. يعني من الآخر إنك ما تحترم الناس وما تحترم قناعاتهم، حتى لو قناعاتهم غلط وزبالة، لا أنت سيء، أنت زبالة لأنك ما تحترم الزبالة. أو عندك واحد ثاني رجل أمريكي أبيض من الورقة حرفيا، لو يطلع بالشمس يمكن ينشوي من الشمس، لأنه مكتوب على جبهته أمريكي أصلي 100%. يقول لك إن أنا حاسس نفسي إن أنا بنت فلبينية. بنت فلبينية يا الظالم، كيف ضبطت معك؟ I feel like I'm in my own skin. I'd watch the History Channel sometimes for hours. Nothing else intrigued me more, but things about Filipino culture. هو يشبه كل شيء إلا الفلبينيين يا أخي. لا هو يعني مو بس غير الجنس سوى نفسه بنت، لا غير العرق، يعني غير عرقه بالكامل، سوى نفسه واحدة فلبينية، ويتكلم بكل جدية إن أنا حاسس نفسي من الطفولة إن أنا بنت فلبينية. It's a tuk-tuk. They use them a lot in the Philippines. لا وراكب توك توك على أساس يحس نفسه بالفلبين وما أدري شنو. بس تدرون شنو الشيء اللي يضحك بالموضوع؟ إن كل الكومنتات قاعد تقول إن أنا فلبينية، بس ما أدري شنو هذا توك توك اللي تقول عنه. طلع إن ما في شيء اسمه توك توك موجود بالفلبين. هذا حق مصر. شكلك أنت مخربط بين مصر والفلبين. على الأقل كنت حريت عن الموضوع وسويت ريسيرش وبحوثات عن الموضوع. لا أنا فلبيني. والفلبينية لا بنت فلبينية. عندك واحد ثاني من العرق الأسود، بشرته أسود من شعر الهنود، ويقول لك إن أنا حاسس نفسي إن أنا أبيض، أنا من الطفولة أبيض، أنا عارف إن أنا أبيض. I've always felt different. Like, why am I not getting the respect I deserve? And then it just hit me. I'm white. Where do you work? I'm a systems engineer for Coca-Cola. Oh, okay. That boy don't work. He go to school and that's it. One day he said, call me Harrison. I said, who's that? He said me. مغير اسمه، مسمي نفسه هاريسون لأن اسم أكثر البيض يسموه. يعني حتى اسمك غيرت. كيف هاي يعني ضبطت معه؟ آخر شيء يطلع اسمه كاني ويست. بس كيف هاي ضبطت معه؟ إنه فجأة أنا غيرت اسمي، أنا اخترت اسم جديد. ماما لا تناديني باسمي القديم، أنا عندي اسم ثاني جديد. كيف أمه تعاملت مع الموضوع؟ كيف ما انخرجت؟ Do you believe that he is a white man? I mean, he isn't. Shit, I'd love to wake up one day and say, hey, everybody, I'm Rihanna. But I ain't. والله إن أمه أسطورة يا أخي. والله يا حجة إنك تسوين ريانا وراس ريانا منو يا أخي؟ والله خذ بوسة. يقول لك إن جنس الإنسان هو ما يشعر به، مو إن على أشياء بيولوجية أو شيء. لا هو شو حاس؟ أنا حاسس نفسي اليوم كندرة، فأنا كندرة خلاص، لازم الكل يحترم هاي رغبتي.
ويناديني كندرة، وإذا ما نادوني كندرة فهم ناس غير محترمين وما يحترموا قناعات الناس وشو بيحسوا وشو معتقداتهم. يعني هذول حرفيا قاعد يتحدوا الحقائق. يعني مثلا عادي عندك واحد عمره 60 سنة يقول لك إن أنا طفل عمري 6 سنين عمري 2 صح، شنو مو مصدقني؟ تعال شوف بنفسك. قرر الأمريكي ستانلي ثورنتون الذي يبلغ 30 سنة التحول لطفل عمره 2 سنين. ستانلي طلق زوجته بعدما رفضت أن تتبناه كطفل، وعاد للعيش في منزل أمه، يشرب الحليب ويأكل كميات هائلة من طعام الأطفال ويلعب بألعابهم ويلبس البامبرز لأنه لا يذهب للحمام أبدا. هذول وين عايشين يا جماعة؟ هذول عايشين معنا على نفس الكوكب ولا ويتصرف زي البيبي أقو. هذا شكله مكسل يتحرك، مكسل يقوم، مساخة قال خلاص أختصر أسوي نفسي بيبي هم يسووا لي كل شيء، حتى ما في حاجة أروح على الحمام، يعني ألبس بامبرز وخلاص. يعني واضح من شكله يعني. مشكلة بالغرب إنه خلاص بطل في شيء اسمه مرض عقلي، مرض نفسي، كل هاي الأشياء اختفت لأن كل شيء صار مبرر، كل شيء صار عندهم عادي. هذا اللي عندك اللي مسوي نفسه ذيب وقاعد يتصرف نفس الذيب، شكله أصلا واضح أصلا. والله لو تجيب طفل عمره 5 سنين وتوريه هذا راح يقول هذا مجنون يا أخي، هذا في مشكل داخل مخه. لو تجيب هندي يا أخي حيفهم، بس هم مخلين الموضوع عادي وشي طبيعي، ولا وبالعكس يدعموه بأشد الدعم إن إحنا لازم ندعم الناس وقناعات واعتقادات الناس مهما كانت. لو واحد يقول أنا شجرة خلاص لازم ندعمه، أهم شيء هو يكون مبسوط، أهم شيء هو يكون حاس بالراحة النفسية. لا بالعكس أنتوا قاعد تخلوا الناس مرضى أكثر عوضاً عن علاجهم. يعني أتوقع أن الأطباء النفسيين في الغرب خلاص مفلسين يعني. مو لأن ما عندهم مجانين، لا بالعكس عندهم مجانين كثير، بس لأنهم ما يعترفوا بالجنون صاروا يشوفوا الجنون هذا شيء طبيعي، وإحنا لازم ندعم الجنون يعني الحالات هاي الغريبة المضطربة عقليا. واحد ثاني يعتبر نفسه ذئب. ما فهمت علي؟ يعني يقول ان انا ذئب، خلاص قاعد يتصرف نفسه الذئب وهو تعال شوف نفسك. So physically, I am a British Columbia wolf, black fur, amber eyes, and the reason I know this, when I dream, a lot of times I am in my wolf form. والله راحت هيبة الذيب يا أخي، وين هيبة الذيب يا أخي؟ والله في ناس ترى لما تمدح أصدقائها تقولها والله إنك ذيب، والله إنك وحش، والله إنك خطير. هذا شكله في مرة من المرات مدحوه صدق نفسه، خلاص أنا ذيب، أنا من الطفولة من زمان وهم أصدقائي ينادوني إن أنا ذيب، بس مو لايك عليه يا أخي. ما في هيبة، ما في رعب، ما في. أنت لما تشوف الذيب لازم تحس بالرعب والهيبة والكاريزما. الكاريزما إيش دخلها؟ بس لازم تخاف. يعني يقول لك إن ما في رقم محدد، ما في رقم معين لعدد الأجناس بالعالم. يعني gender is something different. Gender identity is how you see yourself. But how many genders are there? Well, there is no fixed number. So what's the limit? I don't see a particular limit. There's no limit. يعني عادي تكون أنثى، ذكر، شجرة، شمعة، ما أدري ليت، أي شيء عادي. أنا بإمكاني أكون أي شيء، أهم شيء إن أنا أكون شو حاسة أنا من داخل، والناس غصبا عنهم راح يحترموا هذا الشيء. إيش رأيكم أنتم بالموضوع؟ أصلا مو لازم تقولوا رأيكم، يعني واضح إنه غباء، بس يعني عشان إني ما أحس إني قاعدة أكلم الكاميرا لحالي وقاعدة أتكلم زي المجنونة، اكتبوا كومنتات تحت يعني عشان أحس إنه قاعد نتناقش وناخذ ونعطي مع بعض. وبس خلص الفيديو، سووا لايك، سووا سبسكرايب، سووا شير، سووا كل شيء. يلا باي.